تحياتي والسلام عليكم. قبل ما نحكيو معاكم شوية ومع صالح الزغيدي خاصة، نخليكم مع الثواني مع الفيديو المهم جدا واللي به قد نصدقوا أن الإسلام قد يأتينا يوما ما من الغرب. Mr. Speaker, next week there will be hundreds of thousands of Canadians who will be celebrating Ramadan, of course across the world, hundreds of millions. And I want to take this opportunity to wish all of those who are celebrating Ramadan, Ramadan Mubarak. Last year I had the opportunity to fast for the entire period of Ramadan. It's something I'm going to do again in support of a charity called Give 30. And that is to take the money that you save from fasting every day to give to those that are more needy, and particularly food banks. When I fasted, it was an incredible experience to feel what it was like to be hungry. And of course, I got relief at the end of the day. But for many children, unfortunately in Canada and around the world, that relief never comes. They have to make it through a day and try to learn and try to prepare for their future without the aid of food. This charity gives an opportunity to reflect upon that and use the power of Ramadan to help others. Thanks. المجتمع بأغلبيته مسلمة ويصومون شهر رمضان، ويخرج مجموعة من الشباب ويقولون نحن مفطرون. الرسالة واضحة، هي دفاع عن حرية المعتقد. الشعب التونسي مسلم في 90% أو 70% أو 60%. في تونس 99% وأكثر أنا نقول من الشعب مسلمون، لأنه لو عندنا 1% اللي هي 120,000 تقريبا يحملون دين آخر لكان الحالة كانت ظاهرة. لا يا صالح الزغيدي، أنت فقط تروج أنه 60% من الشعب التونسي مش مسلم. أنت وجمعية النساء الديمقراطيات تحبوا تنشروا الفكر هذا المتطرف، الفكر اللائكي الذي لا علاقة له بالشعب التونسي. بل مخططكم أخطر هو تشكيك الشعب التونسي في دينه وفي إسلامه. قاعدين تروجوا حتى أن الدولة التونسية لا علاقة لها بالدين وبالإسلام. لازم يحط في مخه أنه التونسي عنده الحق باش يتدين وعنده الحق باش ما يتدينش، عنده الحق باش يصوم وعنده الحق باش ما يصومش. كلامك الكل يا سي صالح مغالطة، وهي دعوة للفتنة أكثر منه هو تحليل، لأنه الدعوة إلى عدم احترام أو تطبيق أحد أركان الإسلام الخمسة سواء في الأماكن العامة المختلطة أو في العالم التونسي هو عمل غير قانوني ولا ينسجم مع معتقدات الشعب التونسي اللي ينتمي إلى دولة الإسلام دينها والعربية لغتها، وهذا ما جاء في الفصل الأول من الدستور التونسي. هذا يعتبر مخالف القانون وهي دعوة للفوضى. وإذا كانك ترفض تقوم بواجباتك الدينية وتقول أنا حتى مش مسلم، أنت حر، ولكن لا تجاهر بذلك ولا تدعو غيرك لفعل ذلك. وفي محيطك الضيق أي في منزلك قوم بكل الموبقات فأنت حر. أما في وسائل الإعلام ومفتوحة للعموم وفي أماكن عمومية فلا يحق لك أن تدعو للإفطار في شهر رمضان المعظم، لأن الاستخفاف أو الدعوة إلى عدم احترام إحدى أركان الإسلام الخمسة وهو الصيام هو مخالف للدستور التونسي اللي هو دين الدولة. فهك علاش المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان المعظم يجرمها القانون التونسي، مش صالح الزغيدي أو غير صالح الزغيدي. المسلم اللي ينتمي لها الدولة هذه ولها الكيان هذه هو الشخص الذي يؤمن بأركان الإسلام ولا ينكر أيا منها، فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن كذلك بأن الصلاة فرض من الله تعالى يجب القيام به، وكذلك يؤمن بالصيام والزكاة والحج. نفس الحق بالضبط. مش التونسي المسلم عنده الحق باش يصوم والتونسي اللي ما يصومش يولي يندرس به عليه. كل تونسي عنده حق باش يصوم أو ما يصومش. هذه الساعة يلزم يقبلوها. إذا تحب المجتمع يقبلها أو الدولة أو القوانين أو الدستور التونسي يقبلها، هذه ممارسات قوم بها في دارك، قوم بها في محيطك الضيق. ليس لك الحق أن تجاهر بالمعصية أو تجملها أو تدعو لها. أما اطمئن يا صالح الزغيدي، أنت واللي يفكر كيفك. الوعي الديني اللي فقدته أنت والشلة اللي خمموا كيفك واللي حاولوا يبعدوا الناس على دينهم يبدو أنه جاينا من الغرب. شوفوا معايا. We'll be fasting during this holy month. And I'm doing it in support of Give 30. Give 30 is a charity that takes the money that we save while we fast during Ramadan and give it to those who are in need. There are so many in our community and indeed, of course, across the world for whom hunger is not a one-day condition. It's something that they have to suffer through every day.
I fasted, it was an incredible experience to feel what it was like to be hungry. And of course, I got relief at the end of the day. But for many children, unfortunately, in Canada and around the world, that relief never comes. This charity gives an opportunity to reflect upon that and use the power of Ramadan to help others. الناس هذوما الفاشيين هذوما نسميهم الفاشيين الدينيين هذوما يحبوا يعملوا فاشيه دينيه اللي تفرض رايها بالسيف، تفرض على الناس معتقد معين مو لاباس. اعترف بالدستور والدوله مش مسلمه، الدوله مدنيه راهو، سامحني. ليس صالح، ما احناش فهمت بن علي نفصلوا الدستور على قياسنا. الدستور يقول أنه دين الدولة هو الإسلام ولا بد من أن يحترم، والإسلام فيه أركان 5 يا صالح الزغيدي. السيد صالح واضح أنه يعني عنده خلط كبير في المفاهيم، فهو لا يميز بين حرية المعتقد وحرية الضمير كشعور كحالة وجدانية، وبين الممارسة، وبين خدش الحياة، وبين الاعتداء على الأخلاق العامة، وبين التجاهر بالفحش. ثم تجاهر بالإفطار علنا وهو ما يمس ويخدش يعني مشاعر المسلمين. من يمنعون بالعنف هم الناس هؤلاء اللي يتلصصون على المساجد ويريدون يعني فرض تصورهم اللائكي على المتدينين. هذم الناس اللي يعارضوا الحجاب ويعارضوا اللحية ويعارضوا معناها كل التمظهرات الدينية. تزدهر برامج الفواحش وبرامج القمار والبرامج التي يعني تدخل الرذيلة إلى بيوتنا خاصة في شهر رمضان. من حق الإنسان أن يفطر، ومن حقه أن يفطر في مكان عام، ومن حق الصائم أن يحترم، ومن واجب الصائم أن يحترم المفطر والعكس. ليس الصائم أفضل من المفطر. هذه ممارسات وهذه الأفعال قوم بها في دارك وحدك، ما يكلمك حد، ما يدبر عليك حد، تاكل، تصوم، ترقد، تقوم، تنحي دبشك، تلبس دبشك، أنت حرة. إنما إذا خرجت إلى أماكن عمومية هناك قانون دولة، هناك قانون الدولة، والدولة دينها الإسلام ولغتها العربية يا رجاء بالإسلام، وعليه لابد من احترام مشاعر المسلمين في تونس أنت وغيرك. قل أفغير الله تأمروني